بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. كان يا مكان في قديم الزمان كان في شركات بس هي اللي بتقدر تشغل الكمبيوتر عندها. ما كانش في حاجة اسمها واحد زي وزيك كده يكون عنده كمبيوتر ويقدر يتعامل بيه ويقدر يشتغل عليه. ما كانش في حاجة اسمها كده، كانت الشركات الكبيرة بس هي اللي بتمسك الأجهزة دي عندها، لحد ما جه وقت بقى كل الناس عندها كمبيوترات خاصة في بيتها. بقى عندك كمبيوتر وبقى عندك كمبيوتر وتحول وبقى لابتوب وعندك دلوقتي تليفون، والدنيا بقت لذيذة. الأول ما كانش كده. لما الدنيا بدأت تسيطر وبدأ يكون في حواسيب كتيرة في البيوت وبدأ يكون في كمبيوترات، بدأت الشبكات تظهر هي كمان، الشبكات اللي بتربط ما بين الأجهزة دي كلها ببعضها. وبالتالي حصلت ثورة كبيرة جدا جدا في مجال التكنولوجيا بالكمبيوتر. لما ده كله حصل ادى الى الصراع بين الشركات، بدأت الشركات تاكل في بعضها بعض عشان تبدأ تقدم خدمات للكمبيوتر ده والشبكة اللي شغالة عليه. فبدأت شركة تحتقر كل حاجة منها لله، يعني تحتقر كل حاجة، كل ثمين ورخيص، تعمل كل حاجة بفلوس، تاخد كل حاجة لحسابها، تشتري شركات، تسيطر على شركات، بدأت تعمل عمال وسخة، وكل حاجة كانت بفلوس. ما كانش في حاجة ببلاش، ما كانش في حاجة اسمها مفتوحة المصدر، لحد ما طلع حاجة اسمها مفتوحة المصدر او اوبن سورس، زي نظام التشغيل لينكس اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. مفيش سر في جهازك، مفيش حاجة اسمها اسرار، لا مفيش حاجة غامضة، كل حاجة باينة، كل حاجة مفتوحة، كل حاجة بتشوفها بعينك وتقدر تعدل فيها كمان، تقدر تفهم انت بتعمل ايه اصلا. عمرك شفت في الافلام كده لما يجيب لك اي مشهد عن الهاكر والاختراق والكلام ده، بتبص تلاقي واحد جايب لك شاشه سودا كده وعمال يكتب ومش عارف في 30 ثانيه بالظبط تلاقي اخترق الهدف او اخترق الجهاز الهدف. ده عشان ايه؟ ده عشان هو متاكد المخرج يعني متاكد مليون في الميه ان احنا عارفين ان قوه الكمبيوتر في لوحه المفاتيح، الكتابه اللي بندخلها له على الشاشه. والمنظر ده بيوحي لك اول ما بتشوفه على طول ان ده منظر مرعب، وان ده حاجة صعبة انت ما تعرفش تعملها ولا انا اعرف اعملها. وده طبعا تصدير فهم خاطئ جدا. قوة الحاسوب في سطر الاوامر، سطر الاوامر ده قوة اي كمبيوتر في ده، في الشل ده، سواء كان عندك تيرمينال او اللي ما تسماش التاني، ملناش دعوه بيها. تمام. الكورس ده هياخدك من ايدك ويشيلك كل غموض ممكن تشوفه في حياتك او شفته قبل كده في الافلام او غيره، وهنكتشف بجد قوة الحاسوب او قوة الكمبيوتر من خلال شغلنا في الكورس ده ان شاء الله. يعني قال لك الكمبيوتر اللي قدامك ده بتكون من حاجتين، مش هقول لك مليون حاجة، هقول لك حاجتين بس. حاجة اسمها هاردوير وحاجة اسمها اوبريتنج سيستم اللي بيشتغل على الهاردوير. ماليش دعوه بالابلكيشنز بقى والدنيا دي. الاوبريتنج سيستم ده يعني نظام التشغيل اللي بيربط اجزاء الهاردوير ببعضها البعض. يعني ايه؟ يعني اللوحة والشاشة والكلام ده كله ازاي يتناسقوا مع بعضهم البعض ويبدأوا يشتغلوا في تناغم مع بعض، اللي بيربطهم مع بعض نظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم دي او انظمة التشغيل دي مختلفة على مر العصور كمان مختلفة. هناك ويندوز زفت الطين، وهناك يونكس العملاق، وهناك ما بني على يونكس وهو شبيه يونكس لينكس وابن عمهم ماك. تمام. وهناك ايضا كثير من انظمة التشغيل الحديثة زي جوجل طبعا عملت نظام تشغيل، ومش عارف فايرفوكس عاملين برضو اسمهم شركة موزيلا دي عاملة، وفي ناس كتير عاملة ايه انظمة تشغيل، ولكن لا يرتقوا الى اللينكس اكيد طبعا. اقوى نظام تشغيل، اقوى نظام تشغيل هو يونكس.
يونكس كله عبارة عن سطر الاوامر اللي قلت لك عليه. لينكس مشتق من يونكس اللي احنا هنشتغل عليه. لينكس مشتق من يونكس، هو نفس القوة ونفس السرعة ونفس الاداء، ولكن في هنا ديسكتوب. يعني ديسكتوب يعني حاجة مرئية، الوان وبتاع، انت شايفه بعينك قدام عينيك كده، وزراير ومش عارف ايه، دي اسمها ديسكتوب. ده بالنسبة لللينكس يعني. لذلك اللينكس بيناسب المستخدم العادي اللي بيشتغل من الصفر، اللي هو كان شغال على ويندوز وعايز يهاجر من ويندوز يروح للينكس. تمام. وعندي برضو المستخدم المحترف اللي هو بيشتغل سطر اوامر. فالاتنين شغالين مفيش مشكلة، سواء كنت غلبان او كنت محترف هتشتغل على لينكس، بيناسب كل الناس. كل حاجة كنت بتعملها على ويندوز تقدر تعملها على لينكس بالظبط. كل حاجة تقريبا كل حاجة، بالاضافة الى مميزات لينكس طبعا، واللي هيضيفه لك بقى جديد بقى اضعاف اللي كنت بتشوفه هناك، اضعاف مضاعفة، مئات الحاجات اللي ممكن تشوفها. طيب واحد هيقول لي دلوقتي ان انا مثلا عندي لينكس، ده نظام التشغيل بتاعي لينكس اهو، مش عارف اكتب. تمام، لينكس نظام التشغيل اللي انا هشتغل عليه في الكورس ده. هل انا لما اجي اثبت النظام ده على الجهاز بتاعي هثبته ازاي، او هختار ايه اختار التوزيعات ايه اللي انا ممكن اشتغل عليها؟ راحوا بقى شوية ناس كده حلوين، قالك بما ان النظام ده مفتوح المصدر ومجاني واقدر اعدل فيه في الكيرنل، يعني في النواة بتاعت النظام، طب ايه رأيك بقى ان احنا ناخد الكيرنل دي نعدل عليها ونبدأ نعمل نظام تشغيل تاني او توزيعة مبنية على لينكس ونسميها اوبونتو. تمام. راحوا جماعة تانيين قالك طب ما احنا ممكن ناخد برضو على جنب كده ونبدأ نعمل ريد هات ريد هات RHL. تمام. راحوا جماعة تالتين خلاص راح يقول لك احنا ممكن ناخد احنا كمان ونعمل حاجة اسمها مثلا كالي لينكس. تمام. جماعة تالتين خلاص قال لك لا، طب ما احنا ناخد برضو ونعمل حاجة اسمها ديبيان مثلا. الناس تانيين قال لك طب ما احنا ناخد النواة نعدل عليها ونعمل حاجة اسمها مثلا ايه سينتو اس، سارقينه من الريد هات هو. طيب اذا النظام نفسه الاساسي اسمه لينكس، النظام التشغيلي الاساسي اسمه ايه؟ اسمه لينكس. بني على لينكس بعض التوزيعات، مش بعض، ده كثيرا من التوزيعات اتبنت على مين؟ على النظام نفسه، على نظام التشغيل نفسه الاساسي. بنوا عليه ايه؟ بنوا عليه توزيعات. التوزيعات دي مميزة يا شباب، مميزة جدا. كل توزيعة بتتميز عن التوزيعة الاخرى. وازاي انا اختار توزيعتي في لينكس بناء عن ايه؟ هتعرف دلوقتي، اقول لك تختارها بناء عن ايه. طب سؤال بقى، هل هناك تعارض بين كل التوزيعات دي؟ لا اطلاقا، لانهم بيستخدموا نفس الكيرنل. يعني ايه نفس الكيرنل؟ يعني نفس النواة اللي بتاخد نفس الاوامر بتاعت النظام التشغيل الاساسية اصلا. اختلافك بس في حاجة واحدة، اختلافك في مستودع او الباكج مانجر بس، الحاجة المستودع بتاع البرامج. في اداة كده لو انت درست بايثون مثلا هتلاقي مثلا البيب دي او الايزي انستول دي حاجة مانجر كده اسمها باكج مانجر، من خلال سطر الاوامر تقدر تثبت برامج خارجية او تقدر تثبت برامج. تمام. نفس الكلام، كل توزيعة من دول عندها حاجة اسمها باكج مانجر. الباكج ده بيبدأ من خلاله ينزل البرامج على التوزيعة. تمام. يعني اوبونتو وديبيان مثلا والكلام ده، يعني هي بص اوبونتو هي ديبيان تقريبا، هو بالظبط. ممكن تكون مش ممكن، ده اكيد مبنيه عليها اصلا. تمام. ومعانا مثلا الكالي برضو مبني على ديبيان، والبيرت سكيورتي مبني على ديبيان، والباك تراك مبني على اوبونتو، واوبونتو مبني على ديبيان. كلها لازقه في بعضها، كله ده لينكس، كله حاجه واحده، كله بيستخدم نفس الكيرنل نفس النواه، مفيش مشكله. اختلافك في الباكج مانجر بس. يعني عندك في ريد هات مثلا او في فيدورا عندك بيقول لك يام، اسمه يام. عندنا مثلا في سولاس بيقول لك اي او باكج. عندنا مثلا في الديبيان او الاوبونتو اي بي تي. الاول كانت اي بي تي جيت،
لسه شغاله برضو، بس دلوقتي حدثوها وخلوها اي بي تي. تمام. بقى في دلوقتي حاجه اسمها سناب. السناب ده انك ممكن تنزل ثيرد بارتي سوفت وير زي الفوتوشوب، زي الاوتوكاد، زي اسمه ايه بتاع المشهور ده، حاجات كتيره يعني. وممكن برضو تشغل اندرويد ستوديو عادي خالص، اللي كنت بتشغله هناك في الويندوز بيشتغل في لينكس من غير اي مشاكل. بقى تنزل دلوقتي حاجه اسمها سناب. السناب دي يعني تكنولوجي جديده بيطوروا فيها اكتر، عشان من الاخر عايزين يمسحوا حاجه اسمها مايكروسوفت، وهتتمسح قريب ان شاء الله. تمام. هي دلوقتي بقت بتدمر شركات تانية منها لله، ما علينا. المهم كده انا عندي خلفيه بسيطه عن الشكل بس كده من بره، عن النظام ومش عارف ايه والتوزيعات بتاعته، وان انا عرفت ان اي توزيعه هتشتغلها معايا دلوقتي في الكورس، اي توزيعه هتشتغلها معايا في الكورس ما يهمكش خالص، كله هيشتغل معاك، مفيش اي تعارض هيحصل بيننا خالص. وهقول لك الحاجات اللي ممكن تتعارض في الباكج مانجر، بس غير كده مفيش خالص، الا شكل الديسكتوب بقى. وانا مش هستخدم الديسكتوب اصلا، انا هستخدم ايه التيرمينال او الباش او الشيل. ده هو ده لينكس اصلا. تمام. حلو جدا 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 جدا. وبعدين دلوقتي عاوز احمل لينكس على الجهاز بتاعي. طبعا واحد يقول لي انت ما هتقول لي تواريخ وازاي بدأ ومش عارف مين وبتاع والتاريخ سنة كام. هقول لك لا، ما بضيعش وقت انا في الكلام ده خالص يعني. اول حاجة هتدخل على المتصفح بتاعك، تفتح متصفحك كده. تمام. وتبدأ ايه تدخل هتحط معايا الموقع اللي انا هكتبه لك ده www.linux. تمام .org. شايف الرابط اهو، عشان برضو ايه linux.org. اكتبه عندك في المتصفح ودوس انتر. اول حاجه هتشوف الموقع ده موقع جميل جدا جدا جدا، فيه توتوريالز وفيه حاجات كتيره قوي ممكن تفيدك، ولكن اول حاجه تخشها شايف كلمه داونلود لينكس دي، خش لي عليها. تمام. هتنزل تحت هتلاقي الناس اللي بتستخدم لينكس عاملين فوتنج، عاملين تصويت على التوزيعات بتاعت لينكس. مش انا لسه قايل لك دلوقتي ان نواة لينكس اتقسمت توزيعات، الناس عملت توزيعات، كل جماعه كده على جنب خدوا. قلت لك هو مفتوح المصدر، اي حد يقدر يعدل فيه واي حد يقدر يعمل فيه اي حاجه. جماعه بقى بداوا يعملوا توزيعات مع نفسهم على جنب كده، توزيعه يعني حاجه نظام مبني على النظام الاساسي. تمام. فهنا بقى عملوا ايه؟ عملوا شويه تصويتات كده الناس اللي بتستخدم يعني. ففي توزيعه اسمها زورين او اس واخده 11 صوت. توزيعه اسمها لينكس منت الافضل الى الان واخده 39 صوت. ارشح لكم كلكم تنزلوا لينكس منت، كله برشح للكل تشتغل معايا على لينكس منت. 39 صوت. اوبونتو وراها على طول، اللي انا شغال عليها دلوقتي، انا شغال على اوبونتو واخده 28 صوت. انا تقريبا اشتغلت على كل ده اقسم بالله. السنت او اس هي الريد هات واخده 9 فوت. وطبعا السنت او اس دي كسرت ظهر ريد هات. اللي ريد هات بيعملوه يروحوا ياخدوهم منهم وينزلوهم. طبعا ما انت مالكش تقول لي انت بتاخد حاجه مني، لان النظام اصلا مفتوح المصدر. انت ما تقول لي كلمه اضربك على دماغك، لان اصلا كده مجان. بس الريد هات بقى بتعمل ايه؟ قالت لك انا هعمل نظام تشغيل او هعمل توزيعه مبنيه على لينكس، وابدا احط فيها دعم كبير غير متناهي للسيرفرات وللديسكتوب. تمام. الديسكتوب عندهم فيدورا. هعمل دعم غير متناهي بحيث ان الناس تشتري الدعم ده. لو هم باعوا نظام التشغيل نفسه هيولعوا، هيتحبسوا على طول، محاكمه على طول، لان النظام ده مفتوح المصدر، وفي قوانين بتنص على انك ما ينفعش تعمل انك تبيع حاجه مفتوحه المصدر، لو بعتها تتحبس. تمام. يبقى عندي السنت او اس 9 فويس فوت، وعندي الديبيان برضو حاجه محترمه جدا 15 صوت. والفيدورا هي الديسكتوب بتاعت الريد هات، هي السنت او اس، اخوات عيال عام كلهم. وطبعا الديبيان والاوبونتو واللينكس منت والزورين كلهم برضو عيال عام، مفيش مشكله. الفيدورا 10 اصوات، والريد هات طبعا حتى
11 صوت. انا ما بفضلش البتاع دي خالص، الريد هات دي، لانهم ناس معفنه، بس هم بيدوا دعم جدا جميل. دعمهم والتحديثات للسيرفرات عالي قوي، عالي جدا كمان. الكالي لينكس طبعا لمختبري الاختراق واخد 26 صوت، يعني هو الثالث دلوقتي، محتل المرتبه الثالثه بعد اوبونتو. وعند الارش طبعا دي حاجه ثالثه خالص بعيد عن الناس دي، واخده كام؟ واخده 10 اصوات او 11 صوت، 10 اصوات. والمانجارو واخد 8 صوت. برشح لك ايه من هنا؟ 3 حاجات: اما تشتغل على كالي لينكس لو انت مختبر اختراق ما عندكش مشكله عندي خالص، او البيرت سكيورتي اللي يعجبك، او الباك بوكس اللي انت عايزه، او السايبورج، اي حاجه ممكن ده لو انت مختبر اختراق، تمام. ومبرمج برضه في نفس الوقت مفيش مشكله، لان دي بيبقى مبني بس، يعني كل حاجه بتبقى مبنيه في التوزيعه دي. لو انت جهازك عالي ابدا نزل كالي لينكس، تمام. لو انت جهازك متوسط كده ابدا نزل لي لينكس منت. لو انت جهازك يعني كويس ويقدر يشتغل نزل اوبونتو. طب انزل ازاي بقى؟ ولا فين التوزيعات دي؟ التوزيعات دي منين اصلا؟ لو نزلت كده، تمام، احنا عرفنا كده شكلهم بس. يعني سواء انا هعمل ريفريش للصفحه كده، اصل المفروض ان في دلوقتي حاجه المفروض تبان. داونلود لينكس. في مشكله في الموقع على فكره. تمام. المهم انا اخترت التوزيعه بتاعتي من هنا، تمام. وابدا اخد اسمها كده واروح بيها على فين؟ على جوجل، واكتب الاسم ده وبعدها داونلود، كلمه داونلود هيدخلنا على الموقع بتاع التوزيع على طول. اللي انا عايزك تعرفه، اللي انا كنت مدخلك الموقع ده عشان اوريك التصويتات بتاعه التوزيعات، عشان تعرف الناس اللي استخدمت قالت فين اللي احسن وفين اللي مش احسن، وانت كده عرفت ايه اللي احسن وايه اللي مش احسن. ولكن بقى في توزيعه انا عايز اوريها لك، توزيعه يعني اسمها سولاس. عايز اوريك التوزيعه دي. اول ما اوريها لك عايز اوريك بس ايه اللي فيها، بحيث ان انت تشوف الموضوع. السولاس دي للمهاجرين من ويندوز للينكس جديد. بص بقى معايا لمين السولاس دي. اول حاجه معموله بكام واجهه؟ لو انا دخلت في الداونلود بس كده هتعرف يعني ايه واجهه دلوقتي. يعني ايه واجهه هتعرف اهو. الواجهه دي اسمها جنوم. الواجهه دي جنوم دي بيبقى الشكل ده زي الفيدورا، وزي اعتقد كان في ايه كمان ممكن، كان لينكس كان كده الاول وبعدين عدلوه خلوه ميت او حاجه زي، مش فاهم. المهم الواجهه بتبقى الشكل يا شباب. شوف طريقه اللي هنا الملفات والبرامج بتاعتي محطوطه فين؟ على الجنب هنا، والابلكيشن اقدر اجيبها من هنا والكلام ده. وفي البوجي بتكون بالشكل ده زي لينكس منت، بس لينكس منت مش بوجي، بس بتكون شكل شبه ده كده. بص شايف تحت؟ شايف الزرار بتكون هنا. طبعا انت بتحمل الواجهه اللي تعجبك. ودي الميت يكون الواجهه بتاعتها زي الويندوز بالظبط. ودي انا بقول لك ابدا بدي، انصحك بدي في البدايه، في بدايتك يعني، او اللي يعجبك، الشكل اللي يعجبك من كله. لو عايز تحمل يعني كلها يا قد بعض، هتبدا تعمل ايه؟ كلمه كلوزست، وتبدا تحمل التوزيعه زي ما انت شايف كده. قال لك ان هي 1.5 جيجا، تمام. وبتختار المكان اللي تحفظها فيه وتدوس اوكي. شوف عندك اي باكج مانجر بتنزل منه زي الداونلود مانجر مثلا. انت اكيد شغال على ويندوز دلوقتي، فالموضوع هيكون معاك انك لسه بتنزل من ويندوز، تمام. دي حاجه. التوزيعه دي لمين؟ يعني انا لو دخلت دلوقتي على الهوم بتاعتها، التوزيعه دي لمين؟ شوف كلمه ايه؟ designed for everyone، معموله لكل الناس. لو هتلاحظ عندهم ان التوزيعه دي بيبقى ليها او عندها سوفت وير او برامج اللي انت هتحتاجها كلها من ويندوز هتلاقيها عندهم كلهم. اي حاجه هتحتاجها هتلاقيها في التوزيعه دي، او موجوده في المستودعات بتاعه التحميل بتاعتهم اللي تقدر تشتغل عليها، يعني تقدر تنزلها من عندهم، تمام. ما عندكش مشكله خالص. فدي توزيعه كويسه مش وحشه، انا برضو بقول عليها. في دلوقتي في الهيلب سنتر عندهم بتلاقي مثلا كل حاجه انت محتاجها، الباكجينج اهيت، تمام، والباكج مانجمنت والكونفيجريشن وازاي تنزلها والحوارات دي كلها.
تمام. انما بما ان معظم الناس هتشتغل اوبونتو، فاحنا برضو هدخلك مثلا اهو، انت تدخل على جوجل عادي وبعدين بتكتب اوبونتو، تمام، وتدوس اوبونتو داونلود اهي. هتلاقي اول موقع عندك اكيد اوبونتو. تبدأ تخش هتلاقي قدامك حاجتين، في اوبونتو 18 و4 LTS، وفي اللي انا شغال بيها، وفي اوبونتو 18 و10 بس مش LTS. ايه الفرق بين ال LTS واللي مش LTS؟ ال LTS دي كلمة او مصطلح معناه الدعم الكامل المتكامل الشامل الى 2023. يعني دعم بقى، يعني يفضل ينزل لك تحديثات في التوزيع، اي مشاكل تقدر تصلحها وتتفاداها بسهولة. دعم يعني ايه يا شباب؟ يعني تنزيل برامج جديدة ويديك تحديث كل شوية ويظبط لك الكلام ده كله. يعني من الاخر معاك which means 5 years، معاك 5 سنين دعم من دلوقتي. تمام خالص. تنزلها ازاي؟ تنزلها من كلمة داونلود دي. اول ما تدوس عليها هتبص تلاقي يقول لك thank you for downloading Ubuntu desktop. خلي بالك في Ubuntu سيرفر مالناش دعوه بيها، احنا بننزل Ubuntu desktop. نفس الكلام، سيف فايل تحفظها في اي مكان يعجبك، ما عندكش مشكله. طب دي اوبونتو وخلاص، عرفنا السولس واوبونتو. لو حد تاني ينزل لينكس منت مثلا، لو حد هينزل لينكس منت اللي انا رشحتها لك، لينكس منت، تمام، ادي اهيت لينكس منت. لو تدخل عليها وهتلاقي كلمة داونلود اهي، هتدوس عليها برضو، تمام. وعندك الواجهات اللي ممكن تشتغل عليها. ادي عندك 3 واجهات هما شغالين عليها. الواجهة الاولى اللي انا بفضلها، والواجهة التانية كويسة مش وحشة، الاجهزة الضعيفة اللي تحت دي الاجهزة الضعيفة، تمام. ولكن تحمل انت سواء كنت الارش بتاعتك او المعمارية بتاعت جهازك 32 بت او 64 بت على حسب. فلو 32 بت هتدوس على 32 بت وتبدأ تختار السيرفر اللي هتنزل منه التوزيعة. فاختار مثلا وورلد دي وتستنى ثانيتين بس، هتبص تلاقي التوزيعة بدأت هي كمان عايزة تنزل. تمام كده انت شفت ايه طريقة التحميل من المواقع. اما عن طبعا انا رشحت لك لينكس منت والناس كلها مرشحاها 39 صوت، تمام. لو انا دلوقتي قلت لك ازاي بقى تبدأ تثبت النظام على جهازك، كل الحكاية ان انا مش هشرح ازاي تثبت النظام على جهازك خالص، يعني مش هضيع وقت في ده. انت هتدخل على اليوتيوب عادي خالص، كل اللي هتعمله انك هتكتب، هو داخل على الموقع القناة بتاعتي ليه، كل اللي هتعمله انك هتكتب how to install مين بقى. لو انت اوبونتو بس يا حبيبي، لو انت اوبونتو هتكتب اوبونتو، تمام. لو انت لينكس منت هتكتب لينكس منت، تمام. على سبيل المثال احنا لينكس منت دلوقتي وانا اختارها اهو. هتبص تلاقي قدامك ملايين النتائج اللي ممكن تشرح لك ازاي تثبت التوزيعة بتاعتك بسهولة خالص من غير ادنى مشكلة، تمام. فانا مش هضيع وقت في الكلام ده خالص يعني. وبالتالي بعد ما تجهز انت وتجهز التوزيع عندك، اي توزيع من الرجاله دي، اي واحده ما عنديش مشكله خالص، مش هتتعارض في اي حاجه. هنبدا احنا نشتغل على النظام نفسه ونكتشف قوته ونبقى برانيس فيه. سيبك دلوقتي، والفيديو الجاي ان شاء الله اول درس فعلي في لينكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.